دور ابو نواف بس اي دقيقه. دور انا نص ساعه ساكت. يرحم والديك بس طرحوا دقيقه ألف دقيقه. موضوع. لحظه طرحوا 1000 موضوع. اسمعني ان وجود اساس العرب في اليمن قطعي، ووجود العرب في مكه وفي الجزيره العربيه نظريات او فرضيات. ما رايك بهذه النقطه بالذات؟ لا تتفرع باكثر منها، نبي هذه النقطه. لماذا هنا قطعي وهناك فرضيات؟ ليش بالجنوب قطعي وفي الشمال فرضيات؟ تفضل. لا وبعدها ننتقل لابو نواف. العرب العاربة في الجنوب هذا أمر متفق عليه باتفاق الجميع المؤرخين والنسابة. بالنسبة لعرب الحجاز الإسماعيلية هي من الحجاز قولا واحدا، أيضا أمر منتهي متفق عليه نسبيا وتاريخيا. وأنا لي تعليق على كلام أخوي فهد، لكن أنا بفسح المجال للأخوان أبو نواف وغيره من الأخوة، ولا عندي تعليق مطول بعد ما يعلقون الأخوان. طيب نرجع لك بس ناخذ كلام ابو نواف. ابو نواف تفضل. الله يعطيكم العافيه. احنا نرجع للمبدا الاول اللي هو ايش؟ المنهج. الانسان لابد ان يتبع منهج. الانسان ما يكون انتقائي. الانسان اللي يتعرض للنصوص يذكر اللي له واللي عليه. صحيح ولا لا؟ نعم صحيح. الان دكتور طارق، ايش رايك بابن دريد في الاشتقاق؟ معروف ابن دريد الاشتقاق الأزدي متوفى 321 حجة للأمانة يعني. طيب لما عدد أمهات النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال البلهاء بنت يعرب ابن قحطان هي أم لعدنان. راجع كتاب الاشتقاق لابن دريد راح تلقى هذه المعلومة. أتمنى لا أحد يقاطعني لأنكم أنتم سولفتوا بما فيها الكفاية. هذا واحد. والله حتى أن الكلام يروح. أنتم ذكرتوا الفينيقيين وتواجدهم في لبنان. الفينيقيين هم من كنعان، والكنعانيين هم عرب. تذكرون إبراهيم أنه يتكلم العبرانية، وإبراهيم هو أبو العبرانية. كيف يعني إبراهيم عبراني وهو اللي أنجب العبرانيين؟ يعني عقلا ما يستقيم مثل هذا الكلام. أنا أوافق أخوي طارق في جزئية، لكن هم يعني في النفس التعصب هذا هو اللي يمنعنا من أن نتوصل للحقائق بشكل مباشر. أنا أعتب على الدكتور طارق حقيقة، رجل قارئ، رجل مطلع، رجل عرف التاريخ. أيضا شواهد قدامك في تفرق أبناء معد بن عدنان، ذكرها أنت استشهدت بالبكري في معجم مستعجم أبو عبيد البكري. ذكر تفرق بأبناء معد، وذكر دخولهم فين؟ في اليمن. وذكر ايش؟ انهم صاهروهم وانتحلوا انسابهم. الكلام اللي بقوله اخونا طارق واخونا اليماني كلام صحيح من وجهة نظري انا الانسان الضعيف ابو نواف. صحيح جزئيا، لانهم هم ما يتقبلون ان ايش؟ ان في احداث حصلت الباحث تعرض لها وحطها ورا ظهره ما كأنه يراها. طيب إخوة معد هؤلاء عند العلماء يصلون إلى 13 أخ أو 14 أخ، ودخلوا في اليمن وصاهروهم وانتحلوا أنسابهم. هذول ضاعوا الحين ولا كيف وضعهم؟ لابد أن نعرف إخواني الأفاضل الكرام، نعم يوجد مكون عربي قديم، عرب عاربة موجودين في اليمن من قديم هؤلاء، ولكن يجب الالتفات إلى أقوال أيضا العلماء. وابن الكلبي رجل من قحطان قال لك يا أخي ترى فيه أبناء معد بن عدنان، إحنا المعديين إسماعيليين يعني تقريبا لو حسبتنا اليوم نأتي كثر القحطانيين بشكل عام. زين ال11 أخو أو ال13 أو ال14 اللي دخلوا في اليمن إيش تكوينهم اليوم؟ وين بيروحون وهم انتحلوا الأنساب؟ اللي مو فاهمتها الناس. يعني في عندنا ايش حديه وقطعيه وتمحور، وترى الانسان لما يتكلم يبين انيته الحقيقيه. الانيه هي المحتوى اللي يعتمل في صدره فيغيب عنها الدليل او احيانا يغيبه. وانا ما اقول احد من اخواني، كل واحد يعرف قرارة نفسه. نعم في بني اسماعيل هؤلاء موجودين، ودخل جزء كبير منهم في اليمن واخذ انساب اهل اليمن وتم فحصهم جينيا
وأغلب الناس هذه الآن موجودة في التقاءات مع بني هاشم. أخوي الحسين يتكلم عن الحمض النووي وهو ليس بخبير في الحمض النووي. أنا عندي المشجرة كاملة، وأنا أسأل أخونا طارق الغرس سبأ أنت حددتها ب2000 سنة تقريبا. طيب فترة سيدنا إبراهيم كم؟ تأخذ بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ممكن تخليني اتكلم تفضل. بس خليني اكمل كلامي الله يرحم والديك. تفضل. انت قلت ابن عباس حجه، نعم. حجه بما ياتي فيه من الكتاب والسنه. طيب. اما ما يرويه فهو هذا يا جماعه انا مساك عندي مداخله وانقطع الصوت بس من كلام تفضل فهد، تفضل فهد. الله يسلمك. بالنسبه انا قلت ما اؤمن بسالفه عرب مستعربه وعرب عاربه هذه، لان يا جماعه الخير قريش مثلا قلتوا قبيله عربيه، زين شلون اسماعيل عليه السلام مستعرب؟ يقول لا عربي. شلون عرب؟ قبيله مستعربه شلون عرب؟ ترى رد عليك ابو فهد جزاع القحس، بس انت كان مقطوع عندك الاتصال، رد عليك ترى. زين هذه نقطه. النقطه الثانيه يا جماعه الخير، انا اتوقع العرب من بعد اسماعيل. وشنو الدليل اخوي اليمني وجهت؟ شوف انا والله مو فارقه معاي اصل العرب سواء كانت من اليمن ولا من السعوديه كلهم اخوان وعزيزين علي وعلى الراس طبعا، ولكن انا اتوقع قحطان وعدنان اللي يتكلمون فيها هذول اتوا بعد اسماعيل. وشنو دليلك انت مساعي تقول شنو الدليل ان تكلم اسماعيل عربيه؟ انت شنو دليلك ان هود قبل ابراهيم اصلا؟ يمكن هود بعد ابراهيم. هذه وحده. هود وصالح عليهم السلام ممكن يكون هذا بعد ابراهيم مو قبل ابراهيم. ما في شيء صحيح. هناك في ايات ما في ايه والله ما في ايه. ما في ايات ذكر قوم. جيب لي ايه. خلينا ما في آية ذكرت التسلسل الزمني يا مستر. ما في آية يقصد التسلسل الزمني، التسلسل الزمني. بعطيك الآية. الله سبحانه وتعالى قال واذكر. خلينا نكمل رد علي يا حبيبي. اسمع خلينا نكمل رد علي يا بعد قلبي. سالفة جرهم أصلا اختلفوا فيها المؤرخين. ناس قالوا انهم جو من الشام وناس قالوا جو من شمال اسم الجزيره، هل هي الشام هل هي شمال الله اعلم. ما ذكروا نهائي انها كانت في اليمن، مع احترامي لاخوان اليمن وعلى راسي والله كلكم. هذا كلامك صحيح. وهذا ما يقلل من شانكم ترى. كلامك غير صحيح. كل خلينا نكمل يا بعد عمري. يا اخي لا تدلس مستر لا مستر ارجوك مستر نكمل الكلام اخذ وعطى ارجوك يا مستر. تفضل. انا اول شيء قلت لك لاني يمني ولاني سعودي وسمعتكم على راسي ومو فارقه معي سواء كانت هني ولا هني. لا بس دقيقه فهد دقيقه فهد، الموضوع مو يمني سعودي، انا كويتي صاحب البث، الموضوع عن العرب نعم. وعن التاريخ. العرب ما له شغل يمني سعودي، احنا نتكلم عن انا مو فارقه معي. انا مو فارقه معي سواء كان اصل العرب هنا ولا هني، بس انا ابحث عن حقيقه تاريخيه. الشيء الثاني باحث بالاثار، انت مستعجل على الاثار، باحث بالاثار ومعروف اسمه خزعل الماجدي، سامعين فيه ولا لا؟ خزعل الماجدي باحث نقوش خزعل الماجدي معروف عراقي، اوجه لهم تحيه طبعا. قال ذكروا له على اليمن، هل هم اصلا قال اليمن اصلا حضاره سبائيه وهي اقدم من العربيه اصلا. قال انا استغربت من اخوان اليمنيين تركوا الحضاره اللي عمرها 7000 سنه وتمسكوا بحضاره عمرها 3000 سنه اللي هي العرب. فقال شنو؟ قال اليمن حضاره سبائيه. هذه وحده. هذا الرابع مش وحده. الله يحفظك. اسمع بعد قلبي. الشيء الثاني عشان نعرف نرد عليك. ما في شيء اسمه لحظه خلينا اخر جمله. ما في شيء اسمه مستعرب. احنا نقول الرسول صلى الله عليه وسلم تقول لي عربي قريش، تقول لي عرب، شلون عرب وجدهم عبراني؟ شلون؟ ما يصير. وانا وجهه نظري العرب لغه وليس عرق. العرب هي دخيله على عفوا الشعوب هي دخيله على الشعوب، مو الشعوب دخيله عليها. فالعرب لغه وليس عرق. والعلم الجيني الحديث اثبت ان ما في شيء اسمه عدنان القحطان، ان القبائل العربيه يجتمعون برجل عمره 2600 سنه. لو تحسب اسماعيل عليه السلام او تحسب يعرب ابن قحطان هذا عمره 7000 سنه، ايش جاب ابو 2600 على 7000 سنه؟ اللي هو تحور جي 1 وجي 2. اذا عارف بالعلم الجينات واسال اي واحد باحث بعلم الجينات قول له الجي 1 وجي 2 على اي جد يلتقون يقول لك طيب سهل معك واحد. انا برد عليه الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. خذ راحتك بدون ان يكون هناك اي تعصب او تحيز، لان ما لا ابدا.
سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يتكلم العبرية ويتكلم السريانية، هذا ما جاء في الموروث، وأنا ما أقول لك أجمعوا، أنا أقول لك هذا ما جاء في الموروث. وسيدنا لوط أيضا نفس الكلام، ومن قبلهم كانوا يتكلمون، من يتكلم السريانية أغلبهم كانوا يتكلمون السريانية والعبرية كذلك. لما نأتي إلى العبرية والعبرانية والتيمائية والسريانية التي كانت في بلاد الشام، العبرانية على فكرة التي كانت في جنوب الجزيرة العربية، كل هذه اللغات قالوا عنها أيضا وفي أكثر من مصدر بأنها هي جذور اللغة العربية، والتي يؤكدها الحديث بمنطوقه الذي قال: تفتق لسان إسماعيل بالعربية المبينة. وهنا العربية المبينة كما جاء عند ابن كثير، وكما جاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند ابن الجوزي، بأن هي المقصود فيها لسان فصيح كما نزل القرآن على سيدنا محمد. ولذلك ذهب بعضهم وخاصة ابن الجوزي بأن لغة السماء هي اللغة العربية والتي تكلم فيها سيدنا آدم عليه السلام مع الرب جل وعلا. هذا فرضيات، الله يطول عمرك. رجع ممتاز. احنا قلنا في البداية كل هذا فرضيات. لا مش فرضيات. ليست لا في هناك شوف يا طويل العمر الله يحفظك، في هناك أحاديث صحيحة وفي آثار صحيحة يعني مدونة في الكتب الستة. ما نتكلم على فكرة احنا ما نتكلم في الأحاديث دين وقطعي، احنا قاعدين نتكلم في مرويات ونتكلم في تاريخ. طيب اوكي يجب ان نفرق هنا. اعطني حديث يجزم، حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بمنصوصه الواضح متواتر السند من الصحاح التسعة، ايوه، يقول بأن مثلا لغة إبراهيم ليست عربية، أو لغة إسماعيل، أو أن إسماعيل تعلم من جرهم أو كذا. عطني أي حد. بعطيك اترك موضوع ما لن تجد. لا بعطيك أثر صحيح عن العباس. أثر إذا لا نتكلم في الأحاديث لأننا نتكلم في أثر، لا نتكلم في حتى طيب اعطني حديث صحيح. اسمع انا بعطيك نفس الشيء. اعطني حديث صحيح ان اسماعيل عليه السلام تكلم العربيه. تسمعني؟ اسمعك تفضل. اعطني حديث صحيح ان اسماعيل عليه السلام تكلم العربيه. انا ما اعطيك، انا ما قلت لك، انا قلت لك انا نتكلم في موروث ولا نتكلم في اسانيد دينيه من الكتاب والسنة. خلاص إذا هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت تقول يا أخي، أنت أعطيتنا قبل شوية قرار قطعي. قلت لك شنو؟ قلت لي أجمع المؤرخين، أجمع كذا، ولا أعطيتنا اسم واحد. لا كيف تقطع في أمر هو نظرية لم تثبت كحقيقة علمية؟ يا مستر عن اذنك دقيقه، ابو فهد عن اذنك دقيقه. وفهد مستر الاستاذ جزاع القحص يقول لك انا الامر اللي قلته او رايي فرضيه، وانت ايضا يجب ان يكون فرضيه. يعني ما يصير انا تنظر لي انه فرضيه وانت تنظر كلامك انه لا يعني جزم. انا بعزز فرضيه. يقول انت كلامك مو جزم، فرضيه. والدليل المصدر يقول. اسمع الله يحفظك، انا لما مثلا انا لما اعطيك فرضيه اغلب حاجه بيكون لي سند بستند عليه. مثل انا بستند، هو يقول لك ابي هذا السند بالدليل. انا بستند باثر ابن عباس ان سيدنا اسماعيل تعلم العربيه من جرهم، وجرهم قبيله قحطانيه. لكن هو ايش عنده من سند يستند عليه؟ حتى لو الكلام فرضيات، لكن انا بعطيك يا اخي كلام مؤرخين. طيب وانا ايضا يا اخي وانا ايضا اعطيك كلام مؤرخين. ابن عباس قلنا بانها مرويه وليست حديث. يا اخي هذا صحابي جليل حجه، يعني كلامه حجه.
ما في يا اخي يقول لي ابو فهد بعد اذنك. لا بعد دقيقه عشان لم يكونوا عربيين ولم يتكلموا العربية، وإن أول من تكلم العربية من أبناء إبراهيم وأخوة إسماعيل هو إسماعيل، لذلك أول من تكلم العربية المبينة. دكتور طه اسمح لي، عفوا على المقاطعة. هذا الحديث هل هو مروية جاءت في البخاري والسنن؟ نعم. هل هو مروية أم هو حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، موجود حبر الأمة. ابن عباس حبر الأمة على عين وراسي. أنا عارف أنه عن ابن عباس، ولكن هل هي مروية عن ابن عباس أم هو حديث عن الرسول الذي ما ينطق عن الهوى؟ لا، عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ممتاز. إذن هي مروية في النهاية. نعم. مروية ابن عباس. أنا ما قلت عن النبي. لا، أنا ما قلت عن ابن عباس. السلام عليكم. أدري. أنا هذا السؤال سألته، عليكم السلام. هذا السؤال سألته يمكن يذكر أخوي شعور إنسان، دخلت أمس العصر وسألت هذا السؤال، لأني قلت هذه مروية عن ابن عباس، وابن عباس حبر الأمة على عين وراسي. بما أنها تذكرها، بما أنها مروية. وكذلك الأخ اليافعي وأخ قاهر من اليمن جابوا أحاديث وكبرنا عندهم الكاميرا، وفي ناس قالوا رجاء الأحاديث هي ضعيفة ولا تنشرونها ولا نأخذ فيها. ضعفوا حتى الأحاديث. لا بس حديث ابن حبان صحيح. بس بالنسبة لحديث الغلام، اللي أورده الدكتور وأوردوه الربع البارئ أمس، هذا ليس بحديث أصلا حتى يضعف ويحسن، إنما هي يعني مروية ما هو حديث. نعم. لا الأثر هذا عن ابن عباس، ولكن هناك إشعار أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ذكره ابن حق العسقلاني. في إشعار أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. يا مستر أنت موجود معانا أمس يوم الأخ قاهر كبرنا عند الكاميرا ووضع الحديث وضعفوه الأخوان وقالوا هذا مو حديث. أنت موجود معانا أمس يا مستر. ايش من حديث الله يطول عمرك؟ ايش من حديث؟ اللي هو يقولون هذه مرويه وليست حديث، يوم قال هذا حديث مثل ما قال ابو فهد. هذا اثر عن ابن عباس، ولكن في اشعار ان هذا الاثر مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما ذكره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري. نعم. بضيف بعض النقاط. تسمح لي اخوي مستر، بالنسبه لي بس ولا اقطع واردك وانا اخذت المجال، اذا يسمح لي اخوي المعزبنا. تفضل، كلكم اخوان وكلكم تمنون. تفضل. الله يرحمك. انت والاخ ام ار مستر كلكم عينين في راس. ما عليك زور. ولا هون ابو فهد طيب اصلا. بالنسبه لموضوع العربيه، نعم اسماعيل هو اول من تكلم العربيه المبينه، لكن اسماعيل لم يتكلم العربية المبينة إلا عندما تعلمها من جرهم، والدليل على ذلك لأن إخوانه وفي تصنيف الأنبياء لم يكن إخوانه من الأنبياء العرب إسحاق ولا حتى إبراهيم، والدليل على ذلك تصنيف ابن قتيبة عندما وضع الابن نبي عربي رسول عربي ووضع الأب أبو الأنبياء إبراهيم من الأنبياء العبرانيين. هنا السؤال يطرح نفسه، على أي أساس صنف إسماعيل من الرسل العرب وصنف إبراهيم من الرسل العبرانيين؟ على ماذا؟ على أساس ما جاء عند ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة، وأن تعلم العربية من جرهم. أما موضوع اسم إبراهيم كيف خاطب زوجة زوجة إسماعيل الأولى والثانية، فهؤلاء أنبياء. هؤلاء أنبياء، ما نقدر احنا نتكلم في موضوع الأنبياء. كذلك مخاطبة إبراهيم أهل مصر وزواجه من هاجر، هذا موضوع مختلف، اختلاف كلي. والعربية ليست العربية، هناك عربية مبلبلة وهناك عربية مبينة. نعم إسماعيل هو أول من تكلم العربية المبينة، لكن هو أول من تكلم العربية؟ لا، هناك قبله من تكلموا العربية، ومنهم من قال يعرب ابن قحطان، والدليل على تسمية يعرب، ومنهم من قال نبي الله هود عليه السلام. والحديث أطول من ذلك، وأنا أفسح المجال للأخوان. حياك الله يا دكتور. بضيف إلى كلامك، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل رسل إلى الحبشة، فكيف الصحابة خاطبوا ملك الحبشة؟ يعني بأي لغة خاطبوا ملك الحبشة؟ هذا يعني فرضيات. الأنبياء الله سبحانه وتعالى يعطيهم الإلهام ويعطيهم كل شيء. هذا النبي بالأخير.
اما بالنسبه لموضوع اصل العرب فبضيف الى كلامك يا دكتور طارق الله يحفظك في اثر عن ابن عباس في كتاب الاحاد والمثاني، وفي كتاب الانباء في على قبائل الرواه اللي هو ابن عبد البر. انا اتكلم من العرب العاربه من قحطان من اليمن وحضرموت، وبرضه ايوب ابن الغريه، وهذا كان افصح العرب في زمانه، وفي القرن الاول هجري. تكلم عندما كان مع مناظره مع الحجاج، تكلم من اصل العرب من اليمن، اصل العرب اليمن. اما بالنسبه ليعرب وقحطان فهذا هذا يعني قطعيا ارضهم اليمن، لان الله سبحانه وتعالى ورث الارض بعد قوم نوح القوم عاد، وعاد معروف ان الله سبحانه وتعالى ارسل لهم هود عليه السلام. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: واذكر اخا عاد اذ انذر قوم في الاحقاف، وقال لهم اذكروا جعلناكم خلفاء بعد قوم نوح. هل هم قوم عاد؟ قوم عاد معروف انهم في الاحقاف في اليمن، في المهره حضرموت ومناطق الربع الخالي، فطبيعي يعني قحطان ويعرب. طيب يا مستر هل البدو الاقحاف هل هم اساس العرب؟ هم عرب، هم صنفوهم انا ما اشكك في عربيتهم، هم وحمير، ولكن هل هم اساس العرب؟ هل هم اول من وجد في العرب؟ نعم قوم ثمود وقوم عاد هم اوائل العرب. يعني لم يسبقهم عربي، هم اساس العرب. طبعا هم ذرية سام من نوح، هم اوائل العرب. طيب السؤال هنا بعد اذنك استاذ فهد. السؤال هنا هل قوم عاد وثمود كانوا يتكلمون العربية أم هم أعاجم؟ لا طبعا ما يتكلمون العربية الفصيحة اللي بنتكلم بها احنا اليوم، اللي هي لغة القرآن. حتى القرآن الكريم ما تروح لغويين. يا مستر عشان يكون حوار يعني ما نبي نسهب زيادة حتى نركز على أفكارنا. تقول أنت يتكلمون العربية وليست العربية التي نتكلمها. ما هي العربية اللي كانوا يتكلمونها؟ لأنك أنت قبل شوية قلت شيء قطعا أعطيتنا قرار قطعي بدون أن تقدم أي دليل. نعم أعطيت قرار قطعي لأن جرهم من قحطان، وقحطان من عابر، واللي هو قيل أنه هود عليه السلام. هذا تعلم من سيدنا إسماعيل. المصدر. طيب المصدر يا مستر، المصدر مصدر ويش يعني الآن الدكتور طارق قال غرسة وابو نواف حين يتحدثون يذكر لك المصدر كذا المصدر كذا المصدر كذا. أبي المصدر أنت استندت. بالنسبة للمؤرخين كلهم ذكروا أن قوم عاد أنهم عرب، وأجمعوا عليهم أنهم عرب وصنفوهم أنهم من العرب البائدة ومن ذريتهم اللي نجاهم الله سبحانه وتعالى. من اللي أجمعوا عليهم؟ كل ابن كثير، مؤرخين كثيرين يعني معلش ابن كثير الحمداني، ابن كثير وابن جرير مليان. خليك معي شوي عشان نوصل نتائج، ما في بس يعني هي كلها جزيرة عربية من جنوبها إلى شامها. لكن أنا أسأل هنا سؤال. الدكتور طارق قبل شوية قال بأن اليمن أساس العرب ووجود العرب. لا اترك هذا الموضوع. بأن الأنبياء إبراهيم ومن قبله كانوا ليسوا بعرب، وإسماعيل ومن بعده فهم عرب. السؤال هنا، هل إبراهيم عليه السلام ومن قبله عليهم السلام أعاجم أم هم عرب؟ شوف إبراهيم عليه السلام يعني حسب كلام العلماء أنه ليس بعربي. ليس بعربي؟ نعم. جد النبي شلون مو عربي؟ جد النبي هو. لحظة يا شعورتك فخلني إبراهيم عليه السلام ليس بعربي. عندي نقاط بوصلها. ليس بعربي نسبا ولا لغة؟ لا لغة. ممتاز. إذا هنا لأن الله سبحانه وتعالى يعني في كتاب الكريم بعث هذا واختلف الألسنة، يعني ألسنتهم مختلفة، الشعوب كلها مختلفة ألسنتهم. النقطة اللي بعدها، يعني الآن لما كان سيدنا إبراهيم موجود، السبأ هذه ما كانت مخلوقة أصلا، يعني مثل ما جاء في الأحاديث. حنا وين نوديهم للعرب العاربة اللي تعلم منهم سيدنا إسماعيل العربية، ونقف عند هذه النقطة. هؤلاء عرب قديمين يظهرون حتى في الجينات، ومنهم قبائل خولان الكريمة والمهرة وكثير من القبائل. لكن اللي مو متطلع للعلم هذا ويرفضه
راح يتخلف عن ركب الحضارة كلها. أنا أقول لكم الصحيح، لأنه ما راح يفهم المشهد كامل، خصوصا إذا تعمد ترك الأدلة اللي موجودة في كتب الأنساب والسير، وكذلك نقد كتب الأنساب والسير. يجب أن يكون عندك منهج، الإنسان ما يكون حاطب ليل يردد أقوال يقرأها وخلاص، هذا قال لفلان وهذا قال لفلان وخالف فلان وعاد لفلان. وأنا أرجعك إلى دراسة العلامة محمود شاكر على كتاب طبقات فحول الشعراء، راح تستلهم منها أشياء كثيرة. أخوي طارق أخوي الكبير وعزه وقدره واحترم. أنا الآن أثبت المكون القحطاني الأول وأثبت المكون الإسماعيلي اللي الآن راح نرجع إلى مصدر عروبته، هل هي تعلمها من جرهم ولا هي أصل فيه، وراح نأصل المسألة هذه. سيدنا إبراهيم يتكلم العربية مثل ما كانوا يتكلمونها جرهم، ليس متباين عنهم، وما يجوز نقول أن سيدنا إبراهيم يتكلم العبرانية وهو أبو للعبرانيين. هذا واحد. ثانيا، الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء يقول في الآية بسم الله الرحمن الرحيم: أولم يرى الذين كفروا بأن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. قالوا العلماء التفسير مش أبو نواف، يروح الكتاب ابن دريد هذا مستر ويشوف الكلام هذا، ويروح لابن الكلبي اللي هو من قحطان ويرى تفرق أبناء معد ودخولهم في اليمن، يروح يرد كلامهم ويرجع ويقول غير ابن الكلبي قال إسماعيل عليه السلام لم يتكلم العربية وإنما تكلم ابن خير إن شاء الله. رد أنا بقول لك على فرضية ابن الكلبي في تفرق أبناء معد بن عدنان في اليمن. ابن الكلبي نفسه بقول إسماعيل لا لحظة لا، رد على تساؤلي في كلام ابن الكلبي في تفرق أبناء معد في اليمن اللي هم إسماعيليين واللي أنتم فيهم. ليش ما على تفرق أبناء سبع مستر؟ ليش ما تتكلم على تفرق أبناء سبع اللي ذكروه؟ وهي متواجدة في اليمن، القطر اللي احنا كلنا نعتز فيه. وطبقة أخرى هي إسماعيلية، هي عدنانية، هي معدية إسماعيلية، دخلت في اليمن واكتسبوا أنساب أهل اليمن، هم متواجدين إلى اليوم. وكل مراجع لعلم الحمض النووي يرى ذلك جيدا. ليه هذا الكلام؟ لأن أغلب أهل اليمن، أغلبهم 90% منهم يلتقون بآل البيت في عمود نسب تحت أب جامع لهم. فأنت يا حبيبي إذا التقيت مع بني هاشم في أب جامع فأنت إسماعيلي، روح دور نسبك في المشجرة الجينية عشان تتأكد. جزاكم الله خير وبيض الله وجهكم. طيب أبو نواف ثواني أبو نواف خلاص توجهت. أبو نواف خليك معي ثواني. لا خلاص ثواني يا أبو نواف بس بكلمك كلام. أبو نواف أنت وجهت عتبك وكلامك للأخ طارق الغرسة، من حق الدكتور طارق الغرسة أن يرد عليك. ابشر. انا بس ابي وين راح ابو نواف؟ على ما طلع ابو نواف، طلع ابو نواف. انا ما يبغى نتكلم، اذا تكلمنا احنا بنرد عليه. لا قطعتوا انتم، ما يصير تقاطعون يا اخوان، الله يجزاكم خير. ربع ساعه لان في كل يا اخي ربع ساعه ولا 6 ساعات ما لك حق يا اخي، قاعد يتكلمون الرجال. يا شعور ارجوك انزل اللي ما يحترمني انا ما احترمه رجاء. انا رجل معطيك المايك والناس ما رافعه ايدينها وما حد قاطعك، تروح تقاطع الناس عيب يا اخي. الرجال تتحدث بيننا ناس كبار بالعمر وناس لهم وضعهم. صاحب الاشتقاق المتوفى 321 هجريا يقول إن الأسماء ما فوق عدنان هي أسماء سريانية. ركز على الكلام هذا. نعم. وهذه لله ثم للتاريخ، وأنا أتحمل أخوي شعور وأنت عزيز وغالي ولا يهون الأخوان، أي كلمة نسبية تاريخية أقولها أنا أتحمل مسؤوليتها بما يرضي الله. هذا واحد. اثنين، والله احنا ما نشكك يا دكتور طارق والحديث جميل، لكن أنا كنت أتمنى إذا كان في أخذ وعطاء أن المستمع يتقبل أيضا رأي الآخرين. أنا أبو نواف يوم تكلم ووجه عتاب بالذات لك أنت خرجت صار عندك قطع في الاتصال، تمنيت إنه يبقى. قاعد أقول له انتظر، قال أنا قلت الكلام اللي عندي ومشى. هذا الكلام أنا ما يرضيني. قطع لسبب واحد، إنه جاني اتصال ولا مو أنا. لا مو عنك أنت بحشوم، أنا أقصد أبو نواف والله يا دكتور. ما يحتاج. أبو فهد، الأخوان اللي ضايفين أبو نواف أنا والله يمكن مو ضايفه،
ارجوكم جيبوه للبث يعني زين. فضلا وليس امرا. تفضل الأمر طارق. الآخر بالنسبة لأخونا فهد قال إن لا يوجد، لا، هناك تأكيد واضح وجلي، وأنا ذكرت أمس عندك في بثك أكثر من 20 مصدر إلى 25 مصدر تؤكد دون أدنى شك أن جرهم ابن قحطان، ومن ضمنها ما جاء عند أوائل من دونوا في الأنساب والتاريخ، وتأكدت حتى في كتب الجغرافيا، قالوا وقفلت جرهم من اليمن، وهنا أقصد جرهم التي نزلت على إسماعيل من اليمن. كيف تكون جرهم الشام؟ هل الشام هي اليمن؟ لا يصح ذلك، وهذا ما ذكره المسعودي وما ذكره الأزرقي وما ذكره أحمد الفراهيدي المتوفى 175 هجريا وهو عالم لغوي، وما ذكره أيضا ابن إسحاق، وما ذكره ابن هشام، وما ذكره ابن الكلبي. فإن كانوا هؤلاء لا يفقهون في فن التاريخ وعلم الأنساب فعلى علم الأنساب وفن التاريخ السلام. زين. الأمر الآخر، إن كان قحطان، والله يا شعور سؤالي جميل جدا، إن كان قحطان هو قحطان ابن الهميسة ابن تيمم ابن نبت ابن إسماعيل، أوكي، يعني جد الخامس لإسماعيل عليه السلام هو جد لقحطان، جده الخامس. كيف إسماعيل تعود به آلة الزمان عليه السلام ليتزوج رعلة بنت عمرو بن مضاد بن جرهم بن قحطان؟ لا يصح لا نسبيا ولا تاريخيا. الأمر الآخر انها ما تحل عليه ولا نفس الزمن. لا، ما يصير بين رعلة التي تزوجها إسماعيل وبين إسماعيل 10 أجيال، فكيف الله. تعود إسماعيل آلة الزمان 10 أجيال يرجع وراء ليتزوج رعلة بنت عمرو بن مضاد ابن جرهم ابن قحطان، وقحطان يكون حفيد لإسماعيل الخامس؟ حدث العاقل بما يعقل. طيب بس للأمانة للنقل، يمكن كان معاك اتصال دكتور طارق، أبو نواف ذكر لك كتاب اللي هو أبو دريد، أجاوبك عليه، وقال لك ليش تجاوزته، وهو أكد أن لا تواجد للعرب باليمن. لا ما تجاوزته، أنا قاعد أكد لك، أقول لك ابن دريد يذكر ما بعد عدنان إن هناك أسماء ما بعد عدنان، يقول هذه الأسماء ما بعد عدنان هي أسماء سريانية، وهذا الكلام أكد أيضا ابن قتيبة، يقول الأنبياء الرسل 315 منهم 10 5 عبرانيون، وأنا مو مني الكلام، وناقل الكفر ليس بكافر، و5 عرب. زين، سؤال بس أبو فهد بالله، بس مداخلة على موضوع جرهم، بس عشان ما نروح بعيد وما راح أطول إن شاء الله. أنا أمس أيدت كلامك هذا ورديت على أبو نواف وقلت بأن إذا كانت جرهم هي من أحفاد إسماعيل لأنها ترجع إلى قحطان بن هميسة، فكيف إسماعيل يتزوج رعلة؟ رد علي وقال لي بأن أبو نواف قال بأن اللي هو قحطان أبو فهد متفقين إلا من شذ منهم. هذا مو كلام. يعرب ابن قحطان أبو حمود، يعرب ابن قحطان ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخشد، سمي يعرب لأنه أول من تكلم العربية المبلبلة، هذا ما ذكروه علماء اللغة، ومنه ما قصده أبو نواف. بيض الله وجهك. بس أنا بوضح الأمر الآخر، أن يا أبو فهد يا تاج راسي، في ناس هناك لا تعلم إن في شيء عندنا بالأنساب اسمه تشابه الأسماء، وهذا يقولون أن النسابة آفة النسب، فليس كل تشابه أسماء دليل على صلة القرابة. مثال على ذلك، هناك عندنا أكثر من عبادلة، عبادلة مطير وعبادلة عنزة وعبادلة آل البيت، هؤلاء يتشابهون في الأسماء ويختلفون في النسب. كذلك هناك جرهم أولى وجرهم ثانية تكلم عنهم أبو العباس القلقشندي وصاحب تاريخ حماة، وذكروا إن جرهم الأولى ليست جرهم التي نزلت على إسماعيل وأمه في وادي غير ذي زرع، وإنما جرهم التي نزلت على إسماعيل هي جرهم ابن قحطان. أوكي ممتاز. كيف يكون جرهم ابن قحطان ابن الحميسة ابن تيمم ابن نبت ابن إسماعيل، وإسماعيل ينزل 10 أجيال إلى الوراء ليتزوج حفيدة
قحطان الرابعة هي رعلة بنت عمرو بن مضاد بن جرهم، وهي الزوجة الثانية لإسماعيل. هذا يدل دلالة واضحة وجلية لا يختلفون عليها اثنين، إن قحطان لا يعود في نسبه إلى إسماعيل. وقد تكلم في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على المنطقين وغيرهم، واللي أكدوه كثير جدا جدا، وجمعت أكثر من 50 مصدر تؤكد إن قحطان لا يعود في نسبه إلى إسماعيل. وسوف أوردها في كتاب القادم اللي راح ينزل على السوق في مواضيع هامة جدا. وإن يا أخي العلم الجيني يخالف في بعض نظرياته ما جاء في القرآن. الله سبحانه وتعالى يا أخوي شعور يا تاج راسي يقول في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلنا ذريته هم الباقين. ذرية من هم الباقين؟ ذرية نوح. اليوم يجيك بعض أصحاب الغلو في العلم الجيني يقول لك والله في من هم مع السفينة من كانوا مع نوح لهم ذرية. الله سبحانه وتعالى في سورة الصافات يقول وجعلنا ذريته هم الباقين. من هم الذرية المتفق عليه عند الإخباريين وذكروا حتى المفسرين؟ ذرية يافث وسام وحام. الموضوع العلم الجيني موضوع شائك يا أخوان، لا تأخذونه بحدية. دكتور طارق، كل هذا دكتور طارق عن إذنك، كل هذا نقدر نقول أن بالفرضيات ما في شيء جزم. احنا عندنا في اليوم يا طويل العمر اغلبيه، في عندنا اتفاق نسبي تاريخي، في عندنا موافق لضوابط اثبات النسب شرعا وعرفا، واهمها الشهره. فناتي على اهل اليمن، اتكلم القبائل القحطانيه، مو قحطان الحاليه ومليون نعم فيهم، اتكلم على قحطان الاولى. قحطان الاولى بالاغلبيه الساحق تقول لك وترفع يدينها تقول لك نحن لا نعود في نسبنا الى اسماعيل، وانما اشتهر واستفاض وتواتر بأننا قحطان بن عابر بن شارخ بن أرفخشد. والدليل على ذلك ذكروا مؤرخين قال قحطان بن عابر، وهناك من شذ منه. يعني أنت تعرف كلمة شذ، أو البعض منهم قال قحطان بن الهميسع. فهناك أغلبية توافق المصادر والمراجع. فقط أنا حبيت أخوي طارق، أضيف أخوي طارق، والحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يوم مر على قبيلة بني أسلم قال أرموا ممتاز بيض الله وجهك. أجاوبك دقيقة، بيض الله وجهك. هذا الحديث أنا جاوبك عليه، أحسنت وبيض الله وجهك. وشو اسمع ردي يعجبك ويجوز لك. النبي صلى الله عليه وسلم مر على بنو أسلم فقال ارموا بنو أسلم فإن أباكم إسماعيل كان راميا. بنو أسلم منين؟ من خزاعة. زين نجي على خزاعة. ايش رايك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري؟ سجل عندك رقم الحديث 3520. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أكثم الخزاعي رضي الله عنه ويقول ويشبه فيقول صلوا على النبي. بن لحي بن خزاعة بن قمعة بن خندف، فخزاعة من ذرية قمعة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. فهذا الحديث لا يعني كل قبائل قحطان، وإنما خزاعة، وخزاعة نسبها من ذرية قمعة بن الياس بن مضر ودخلت في قبائل اليمن. بارك الله فيك. ايش رايك يا فهد؟ تمام يا اخوي. وبعدين بغيت ارد على اخوي ابو نواف، قال انا عندي المشجره مال العلم الجيني. ما سمعت بشيء اسمه علم الجيني شجره، ما سمعت هذه وحده. ما في شيء اسمه مشجره بالعلم الجيني. مشجره العلم الجيني ارقام، مثل جي 1 تجي تحتها ارقام. ما في شيء اسمه مشجره. قال راح ارد عليك وما رد على مشجر. والله ما حبيت اقاطع اللايف على اساس انه ملتزم بالدور. انا بيض الله وجهك يا فهد، مشكور. انا عندي اضافه بس بعد اذنك اخوي شعور. يعني تفضل. للاسف الشديد يعني احنا نرجع ونقول بان كل ما يقال من الموروث هو عباره عن نظريات قد تكون قوية الإسناد ولكن بلا قطعية، لتواتر وأيضا لتوافق المؤرخين أو النسابة عليها. مثل ما قال لك أبو حمود ناخذ الأشهر. نعم إذا احنا ناخذ الأشهر ولكن لا نقطع قطعا كاملا. أبو حمود كمؤرخ وكدكتور في علم الأنساب، وأنا أبو حمود عارفه معرفة جيدة وصديق وعزيز ويمكن ونعم أبو حمود. احنا ما نقول شيء، بس أقصد إذا تكلم أبو حمود أقنعني، إذا تكلم أبو نواف أقنعني. أنا أصبحت في حيرة كعامل. أنا أصبحت في حيرة. يؤكد أبو حمود أن وجود أصل العرب في اليمن، ويؤكد أبو نواف عدم وجود أصل العرب في اليمن. يعني هذا كعامل لم أجد لها شيء قطعي، كلها نظريات وفرضيات. يا شو اخوي، خليني اكمل فكرتي بس بعد اذنك. يعني تفضل.
احنا مشكلتنا في هذا البث وفي غير هذا البث في تناول هذا الموضوع نكون أمام أمرين: أمر تحزبي بلا معنى وكأن القضية قضية يعني إثبات نسب، وأمر آخر وهو الأخذ بمنهجية علمية تقاربية نحاول أن نتوافق عليها أو نصل إلى نتائج تكون مرضية حتى لو تكون بنسبة يعني كبيرة ولكن ليست 100%. بعض إخواننا اليمنيين للأسف الشديد يأتيك بتعصب وكأن اليمن يقف على فقط أن أولا هذا الأمر احنا اليمن كله نعتز في كل دولنا العربية ونعتز في اليمن كدولة من دول شبه الجزيرة العربية وتاج رؤوسنا اليمنيين ما عندنا مشكلة معاهم، ولكن نحن نتكلم في مبحث تاريخي. أنا لما أتكلم في مبحث تاريخي ما هو معناها أنت تجيني وتأخذ الأمر بتعصب لا حنا فتحنا هذا الموضوع للفائدة وعلشان ناخذ ونعطي عشان نستفيد من بعض، والله مو من أجل شيء يعني. أنا عن نفسي أقول لك برغم قراءاتي وبرغم مباحثي وبرغم يمكن من أكثر من 35 سنة إلا أني استفدت الكثير من الأخوان اللي دخلوا مثل أبو نواف ومثل أخونا الدكتور طارق القرش والأخوان الآخرين استفدنا. جزاك الله خير. أن نأتي إلى هذا يشرح صدري أني أفتح البث بوجودكم يا أبو فهد. والله شوف يا أخوي شعور يمكن أنا أدعى الآن مدعو إلى 3 بثوث من الساعة 6، والله ما رحت إلا البثك لسبب هذا من حسن حظي فيهم من حسن حظي. أشكرك يا أبو فهد. ولأن بحث علمي وبحث يعني فيه ما شاء الله من المتكلمين منهم أصحاب اختصاص وأصحاب خبرة، بيض الله وجهك. لكن للأسف يعني يعكر صفو هذه الحلقة التدارسية البحثية الجميلة جدا بغض النظر عن آرائنا وتوافقها وعدم توافقها، يعكر مزاجها. يدخل لك واحد سواء في الكومنتات أو أي بقضية عروبة إبراهيم، لأن في هناك آية في القرآن الكريم تنفي هذا الكلام جملة وتفصيلا. وقال الذين قالوا إنما يعلمه بشر بلسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. والآية فعلا نزلت في قريش لما كانوا يتهمون النبي صلوات ربي وسلامه عليه على أن رجل من أهل الكتاب كان يعلم النبي صلوات ربي وسلامه عليه وهو من أهل الكتاب أعجمي. فقريش تساءلوا فنزلت فيهم هذه الآية. قال تعالى في القرآن: ولقد نعلم أنهم يقولون، أي كفار قريش يقولون، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلم النبي إنما يعلمه بشر بلسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أنا سمعت الأخوان يتكلمون يقولون هذا أثر عن ابن عباس. أنا عندي سؤال: فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، هذا حديث أم أثر؟ هذه الجزئية فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس. جاوبنا فيها أخونا جزاء، قال لنا محدث. إيش قال، حديث ولا أثر؟ فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب مروي، يقول مروي. هذه الجزئية هذا حديث لا مروية وليس حديث. لحظة دقيقة هذا حديث هو أثر ابن عباس قاعد يروي. أبو فهد يسمح. أبو فهد تسمح. دقيقة هذا أثر ابن عباس هو قاعد يروي قصة إبراهيم، وهو يروي قصة يقول قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذه الرواية ورد قول الرسول 3 مرات. ورد قول الرسول: رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزما عينا معينة، يعني جارية. وكمل قال فشربت. هذا كلام ابن عباس وقاعد يروي. بعدين في هذا الأثر نفسه قال فألف ذلك، قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس. فالمقصد في الأمر على أنه قاعد يروي هذه الرواية لابن عباس وأدخل فيها أحاديث النبي. فقوله فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس هذا حديثا قطعا وما حد أنكر. مانيش مريف بالأنس. معناته الأثر هذا قوي لأنه مسنود بأحاديث، الأثر نفسه قوي مسنود بأحاديث. فمعناته يا أخي الغالي على أن إسماعيل
آوى، وهذا يوافق قول الله تعالى في القرآن: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. ما في أحد. هذا يوافق قول الله تعالى في القرآن، الحديث نفسه يوافق: وألف ذلك أم إسماعيل. يعني لا خلاف بين الحديث وبين القرآن. السؤال الذي يطرح نفسه: من القوم الذي بعث لهم إسماعيل؟ إذا كان إسماعيل شاب طفل صغير نشأ، أبوه ترك وقال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، قصة مشهورة في القرآن الكريم بلا جدال فيها. القوم الذي نشأ معهم هذا الطفل وتعلم لغتهم، السؤال الذي يطرح نفسه: من هم؟ وما هي لغتهم؟ إذا قلت لي والله إن لغة الطفل من لغتهم أساسا ولغة آبائه، كما قال أخونا أبو نواف اللي هم إبراهيم أساسا نفس الشيء منه، فهذا لا يستقيم، لأن الله يقول في القرآن الكريم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. كل رسول الله يرسل بلسان القوم الذي بعث فيهم أيا كان حاله. كانوا أجداد عجم، كانوا أجداد عرب، وهذا الكلام سئل فيه صالح الفوزان وغيره من العلماء. النقطة الأخيرة في الفتق، وهذه بختم فيها. الفتق هو استدل بآية في سورة الأنبياء: إن السماء والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. الفتق يا أخي في اللغة العربية هو ليست الاستقامة أبدا. والفتق الآن الشيء أي أخرج الشيء من داخله. هذا الحب الفصفص هذا يوم تفتقه تخرج الذي داخله، تفتق الشيء تخرج ما داخله. فالنبي صلوات ربي وسلامه عليه، رغم أن هذا الحديث ضعف من أهل العلم، أول من فتقت لسانه بالعربية المبينة إسماعيل، وهو من 14، لأن الحديث فيه: وأخدمها خادم، يعني على أن هاجر خادم كانت عند الملك المصري، وأخدمها خادم في القول. فقالوا العلماء هذا الحديث يعني ضعفوا، بعضهم من ضعف هذا الحديث، لكن نأخذ الفتق معناته أن إسماعيل نطق بعربية مبينة، لأنه في عربية هناك شب معها وكان القوم عليها، فتفرد بها إسماعيل على أنه أصبح أفصح القوم بعربية مبينة. هذا يا أخي ما عليه الحال، وهذا عليه ما جمعوا عليها الشهرة، لأن هذه أحاديث ليست مرويات. نتكلم الحين عن قضية إسماعيل وإتيان إسماعيل إلى هذا الوادي، هذا قطعا بالقرآن الكريم، قطعا لا جدال فيه، على إن إبراهيم أسكن من ذريته بوادي غير ذي زرع. هذا ليس قول، ما ورد من أثر مع هذا القول يتوافق فحيا به، لأنه يتناسق مع كتاب الله ولا يخالف كتاب الله. شكرا لك. شكرا يا أعقب على أخوي القحطاني بس بعد إذنك، وشكرا له على هذا السرد، وكلامك صحيح وأنت تؤيد ما قلناه. يعني ما جاء في الحديث. أنا كلامي كان وتساؤلي عن فشب الغلام، وهذه مروية إضافة من حبر الأمة ابن عباس على ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أن إسماعيل أرسل في قوم، إسماعيل نبي ولكن ليس برسول، لم تكن له رسالة. أنا آسف لأن الله يقول في سورة مريم: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان رسولا نبيا. نعم صحيح. هذا كلام الله في القرآن في سورة مريم الآية 2. لا هنا أسلم أنا، نعم صح، إذا كان رسول فأنا هذه فاتتني صراحة. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان نبيا رسول أو رسول النبي، يعني بهذا السياق. نعم. نعم. طبعا أخي صاحب البث، أنا أترخص منكم والله، أنا حبيتكم، يعني حبيت أشارك معكم. تشرفنا فيك قحطاني. ما قصرت، بس أبي أضيف لك نقطة، أن إحنا كلام يتوافق مع كل ما قلناه، يعني ما كان فيه يعني، فكنا متوافقين معك على هذا الكلام، وبأن اللغة، أن العربية المبينة هي التي كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي نطق بها إسماعيل، وأن أيضا توافق النص في القرآن الكريم بأن إبراهيم عليه السلام أنزل ذريته في واد غير ذي زرع. كل هذه الأمور احنا متفقين عليها، ووارد فيها نصوص واضحة ما فيها كلام عليها. كلامك صحيح، هذا ما قلناه يعني. أما بالنسبة لإضافة ابن عباس فليست بالحديث، إنما هي إضافة، وهو حبر الأمة لا شك، ولكن هناك ما قاله الرسول صحيح. هو الاختلاف للحديث هذا الجزئي هو شب الغلام وتعلم العربي منهم، هذا الاختلاف بس في الحديث، نص الحديث. صاحب البث أترخص منك، وشكرا للأخوة الموجودين. حياك الله لكم، شرفتنا. أنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخير جميع، نعاد عليكم الصحة والعافية إن شاء الله. أنا وعليك الصحة والعافية. أنا الموضوع بدي أتجه من طرف القرآن الكريم بالنسبة للعرب بشكل عام. طبعا رب العالمين بعد طبعا يا طوفان سيدنا نوح عليه السلام، الأنبياء اللي أرسلت بعد نوح مباشرة هود وصالح، مضبوط، وشعيب، وبعدين سيدنا إبراهيم.
فالثلاث كانوا عرب. مضبوط الكلام أخي الكريم؟ طيب في خطأ نوعا ما أخي كريم. خليه يسترسل. معلش أعطيني الغلط. صح. شعيب ليس قبل إبراهيم، شعيب عليه السلام بعد إبراهيم، هو من ذرية إبراهيم. سيدنا شعيب قبل إبراهيم. أنا أعطيتك العلم الصحيح، عاد على كيفك أنت. صحح لي إياها بس. أمت إجا سيدنا شعيب؟ شعيب عليه السلام بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. شعيب بعث في مدين، ومدين هو مدين ابن إبراهيم، بينه وبين إبراهيم أب أو أبين. ما هو مشكلة. المهم فالأنبياء العرب اللي أرسلوا هود وصالح. هود وصالح مناطقهم ما بين بالجزيرة العربية بشكل عام، وهم اللي كانوا يتكلموا اللغة العربية الفصحى وعرب أقحاح. مضبوط الكلام؟ بعدهم اجى سيدنا إبراهيم الخليل. شيلنا عن شعيب، اجى سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم الخليل لغته شو كانت؟ اجى بلسان قومه مثل ما تكلم الأخ الكريم، اللي هي اللغة اللي كانت بالعراق بشكل عام. ما بقدر أقول العبرية. العبرية اللي نطق فيها إسرائيل عليه السلام. السريانية والعبرية هي اللي تكلم. لا أما الآشورية، لا أما السريانية، لا لا أعلم. المهم بلغة قومه. سيدنا إسماعيل اللغة اللي نطق فيها ورب العالمين جعله أفصح العرب هي اللغة العربية اللي نطقها بالقوم اللي اجى عليهم من قوم جرهم، فصار أفصح العرب. فالمبدأ أنه العرب موجودين ما قبل سيدنا إسماعيل وما قبل سيدنا إبراهيم الخليل. الدليل هود وصالح قبل إسماعيل. قبل إسماعيل هود وصالح. الأنبياء هود وصالح قبل إسماعيل وقبل إبراهيم الخليل، ومناطقهم هي من الجزيرة العربية. قوم صالح في السعودية حاليا. التسلسل الزمني ذكر هذا أبو أخوي؟ طبعا بعد تسلسل الأنبياء. نحن أنا بتكلم بس عن الأنبياء بشكل عام بالقرآن. أنا تسلسل الأنبياء بعد سيدنا نوح هود، بعد هود صالح، وهن اثنين أنبياء عرب ونطقوا العربية، ومناطقهم ما بين اليمن وعمان والسعودية، يعني دلائلهم مبينة. يعني قوم صالح حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يوم أمر أصحابه أنه لا يشربوا من الماء وأنه يتباكوا وما وهاي بالحديث الصحيح. فاللغة العربية ما قبل إبراهيم وما قبل سيدنا إسماعيل الخليل. بس أنا هاي المعلومة. طيب شكرا لك أخي الكريم. إذا سمح لي أخوي، أول شيء السلام عليكم وصباح الخير لكم جميعا. وعليكم السلام، حياك الله أخوي التاريخ، تفضل. ترى أخوي شعور إنسان، إذا بغيت تناديني أبو سوزان ما عندي مشكلة. هذا أنا يعني إن الشباب يعرفوني بأبو سوزان من زمان. وإذا ناديتك أبو سوسو؟ لا لا خلي على أبو سوزان. حياك الله يا أبو سوزان، حياك الله. الله يحييك وصبحكم الله بالخير وكل عام وأنتم بخير وأخص السلامة. نتشرف فيك. الله يا أبو سوزان، حياك الله. من الزملاء والأصدقاء القدامى اللي موجود الآن في القست، وصبحكم الله بالخير جميعا. وأخوي حياك الله، يا هلا أبو سوزان، نورت الروم. طيب ما خلاف هذا القول، هذا واحد. اثنين، مسألة العربية قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نعم هي بتواجد الأقوام العربية البائدة التي ذكرها أو الذين ذكروهم علماء التاريخ، اللي هم عاد وثمود وطسم وجديس وأميم وجرهم والعماليق. هذه ذكروها علماء التاريخ في كتبهم وأجمعوا على أنهم كانوا قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الدليل الثاني الذي ذكره الإخوة الكرام في صحيح البخاري حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم العربية منهم. هذا الحديث أيضا فيه دلالة واضحة وقطعية على أن العرب كانوا موجودين قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه المشاركة اللي حبيت أتكلم عنها. أما عن مسألة لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو لغته، الله أعلم. أنا من ناحيتي أنا أقول الله أعلم، هل كانت سريانية أو عبرية أو إلى غير ذلك، الله أعلم. ولكن الذي عليه العلماء أن لغة إبراهيم ولسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس عربيا. وشكرا لكم. أخوي شعور إنسان، بالنسبة معنا
الإعلامي المعروف دكتور فرهاد، يا ريت تعطيك اسم طالب قسم. ما جاء في كتاب الإكليل لمحمد بن الحسن الهمداني. وما أدراك من هو الهمداني صاحب كتاب الإكليل وصاحب وصف جزيرة العرب، المتوفى في منتصف القرن الرابع هجري. يقول في صفحة 116 يقول: ونكح ناحور ابن سارغو. وناحور هو جد إبراهيم، يعني جد إبراهيم. ناحور ابن سارغو نكح السكاء بنت سلحان ابن جريل ابن قحطان، فولدت له آزر. آزر هو أبو إبراهيم، فهذا دلالة على أن قحطان لا يعود في نسبه إلى إسماعيل، وإلا كيف ناحور ابن سارغو جد إبراهيم والذي نكح السكاء بنت سلحان بنت جريل بنت قحطان وأنجبت له آزر وهو بالعبرانية تارح. هذا في كتاب الإكليل في أخبار اليمن وحمير صفحة 116. والكل يعلم مكانة الهمداني، وقد أشاد به مؤرخ الحجاز بارك الله فيكم المعروف وأشهر من نار على علم. وهذا كلامه إن جد إبراهيم تزوج من حفيدة قحطان الرابعة وهي السكاء بنت سلحان بن جريل ابن قحطان، فكيف يكون قحطان حفيد لإسماعيل الخامس ولإبراهيم السادس، وحفيدة قحطان الرابعة تزوجها جد إبراهيم؟ فهذا يؤكد على أن قحطان هو قحطان بن عابر ابن شارخ ابن أرفخشد، ولا يعود في نسبه إلى ذرية إسماعيل. فقط حبيت أوضح. أمس معانا الأخ الهيزع اعتد في كلام الهمداني أن أخرج حمير من العرب وقال أنهم أحباش، فاعترضوا الأخوان قالوا إحنا ما نعتد في كلام الهمداني. هذا الكلام مع احترامي لأخوي هيزع، أخوي هيزع أنا عارفه، وأخوي هيزع رجل صاحب مساحات في تويتر، لكن هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا. فالهمداني هو من اليمن وله باب كامل في موسوعة الإكليل اسمه موسوعة رقم 8 من أخبار اليمن وحمير، ولم نجد أحد قد قال إن حمير ليست عربي، وإنما حمير هو اسم رجل للعرنجج ابن سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان. فمن هو طبعا ان يعني تخللهم او دخل معهم كثير من الأحباش. ما في هناك قوميات وأعراق يا أخوي شعور إلا ودخل معها غير العرب، فموضوع الدخول موضوع واسع. هناك من العرب من دخلوا بغير العرب، وهناك من غير العرب من دخلوا في العرب، وقد تكلموا عن ذلك الكثير. فبطون إياد بن نزار بن معد بن عدنان ذكروا كثير من الإخباريين قد دخلت في بلاد فارس، وهناك من الكرد من دخلوا في العرب، وهناك من العرب من دخلوا في غير العرب. وأعتقد عندنا من العرب من دخلوا في غير العرب الكثير، سواء في البلاد الأفريقية أو في البلاد الآسيوية. وفي عندنا بارك الله فيك من العرب من دخلوا في غير العرب، وفي عندنا من غير العرب من دخلوا بالعرب. أما إن حمير وسبأ ما هم عرب هذا كلام طعن، وأسأل الله سبحانه وتعالى. لم يذكر الهمداني أبدا. الحمداني أتحدى تحدي علمي ولا مو تحدي شيء آخر، حاشا لله. تحدي علمي بدليل. أدري والله أنت صادق ما يحتاج يا أخوي شعور، لكن أنا أتحدي تحدي علمي أن يأتي بدليل يقول إن يعني قال إن حمير ما هم عرب. هذا الكلام غير صحيح، بل هناك اتفاق وإجماع وشهرة واستفاضة وتواتر وإقرار في المصادر والمراجع. هكذا يثبت النسب شرعا وعرفا. إن حمير هو ابن لسبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان، وحمير لقب للعرنجج، وهو ابن لعبد شمس الذي سمي سبأ لأنه أول من سبأ الأسرى، ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان. هذا متفق عليه ما في خلاف عليه، لا عنده الهمداني ولا قبله عند ابن الكلبي ولا عند ابن سلام ولا عند ابن قتيبة ولا عند ابن المبرد ولا المسعودي ولا غيرهم حتى المعاصرين. فأن يأتي ويقول إن حمير أحباش هذا طعن. وأنا أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنان في أمتي إلى يوم القيامة، الطعن في الأنساب والتفاخر في الأحساب. وسلامتك والأخوان جميعا. جزاك الله خير. قبل أن نعطي المايك وحدد لنا علم الآثار وعلم أنكرولوجيا، حتى بعض الأخوة ما يعني للتوضيح، مصطلح أنكرولوجيا
يعني علم يقوم على تحديد الحوادث وفق تسلسل وقوعها وتقسيم الزمن في فترات وتحديد التواريخ الدقيقة للأحداث. إن هذا طبعا علم يقول أسبقية جزيرة العرب في ظهور الإنسان وحضارته في وسط على وسط المتوسط وغربه. يعني أنا رجل مسلم لله الحمد ثم كردي عراقي، لكن حياك الله، تشرفنا يا أستاذ فرهاد. الشرف حبيبي. الجزيرة العربية هي أم الحضارات، واللغة كلها في شبه الجزيرة العربية. يعني في وقتها كان شبه الآن المملكة العربية السعودية والدول المنطقة، لكن البعض ينزعج. في العراق أسست حضارات، لكن الحضارة هناك. يقول الأستاذ الدكتور أحمد داود المؤرخ السوري، يقول صار أهم علوم أنثروبولوجيا اليوم لما له دور الحاسم في تحديد الهوية الثقافية والحضارية والعرقية لشعب من الشعوب، ذلك أن اللغة وجدت مع الإنسان منذ أن بدأ العيش في جماعة، وذلك يعني أنها حامل الوحيد للتاريخ تعرفه على واقع المحيط وفعله في آن معا. لقد اكتشف كثير من وثائق كتابية في طول حزام برينيفيا أو في طول الرقعة الممتدة من جزيرة العرب إلى سوريا القديمة وبحر المتوسط أن العربية الأكدية السريانية الأكدية كلها لغة عربية. ويقول المؤرخ الألماني جيمس هنلي في كتابه العصور القديمة صفحة 201، بإمكان الأخوة عودة لهذا المصدر، هذا ألماني، يعني هذا لا وهابي ولا سعودي ولا كويتي ولا مدري شنو، رجال ألماني. يقول أجمع المؤرخون أن اللغة الأوروبية عربية فينيقية، يعني لغة الأوروبيين عربية فينيقية. والأخ جاي يقول لي اللغة العبرية تختلف عنها، أصلا عبرية مشتقة من اللغة العربية يا أستاذ. ويقول إن العرب من أهل الجزيرة أول من استوطن في إيطاليا ويونان وشاد فيها المدن ونقل إليها أسباب الحضارة. هذا الدكتور أحمد داود في كتابه تاريخ سوريا الحضاري القديم صفحة مجلد الثاني صفحة 670 و 671. استوطن وشاد فيها المدن ونقل إليها أسباب الحضارة، ويكفي شاهدا على عروبة هذه اللغة أي اللغة العربية. ويقول، وهذا الأخير طبعا حتى لا أطيل عليكم، المؤرخ الإيراني ناصر بوريبيار، هذا الرجل ولد في سنة 1940 وتوفي سنة 2015. ألف 3 كتب، دكتوراه في التاريخ، جسر الكتب اللي ألفها جسر على الماضي وفجر الإسلام و12 قرنا من الصمت. كتابه الأخير أحدث ضجة كبيرة في إيران بسبب توجهه الرافض للشعوبية، وتعرض المؤلف لهجوم شديد من قبل قوميين الفرس، حتى أن خميني اعتقله من سنة 82 إلى 87 لأنه تكلم كلام قوي، وأنا طبعا ترجمتها من فارسي إلى العربي. يقول يشيد ناصر بوريبيار بالحضارة بلاد ما بين النهرين وحضارة الجزيرة شبه الجزيرة العربية. يقول أعتبرها أي حضارة الجزيرة العربية أم الحضارات في العالم، فيها تم اختراع أولى الأنظمة الري وأولى الأبجديات، كما صنع الناس فيها أولى المراكب البحرية وأولى العربات، وصاغوا أولى القوانين، إذ نجد كتاب القانون منذ أكثر من 6000 سنة. والجملة الأخيرة شوف إيش قد مهمة، يقول وتعلمت منها الحضارة العالمية الكثير، يعني البشرية انطلقت من جزيرة العربية تعلم اللغة والحضارة، مو العكس اللي الآن يطبلون للغرب يا جماعة الخير. ويقول هذا الأخير أظن الأخير خلنا نطلع الوثائق. ويقول الفيلسوف والمؤرخ الأمريكي هذا الأخير ويل جيمس في كتابه قصة الحضارة إن قصتنا يقول تبدأ بالشرق، لأن الجزيرة العربية كانت مسرحا لأقدم مدنية معروفة لنا. يعني هو الأمريكي
يريد أن يقول أن الجزيرة العربية والمنطقة من حيث اللغة والحضارة هي الأم والحقيقة، ونحن نهرول إلى الغرب. طبعا هذا الشخص ألف كتاب موسوعة الحضارة، موسوعة كبيرة، وكتيب صغير سماها قصة الحضارة. يقول إن قصتنا تبدأ بالشرق، لأن الجزيرة شبه الجزيرة العربية كانت مسرحا لأقدم مدنية معروفة لنا، بل كذلك لأن تلك المدنيات كونت بطانة والأساس للثقافة اليونانية الرومانية التي ظن أنه أخطأ في مصدره. ويقول ويعلق دكتور داود على هذا الاعتراف: هل كتب ديوانان والمعذرة نقول بالكويتي، ولكن جزاه الله خير الأستاذ جزاع القحس نبهنا لهذا الشيء. حياك الله أستاذ فرهاد، ولك المايك. بالنسبة لعروبة هذا يعني طبعا هذا أول شيء. بالنسبة لموضوع قحطان، نسب قحطان، فهناك يعني صحيح في اختلاف، لكن هناك شبه إجماع إن قحطان بن عابر. أما عابر في اختلاف إنه هو هود أو مش هود. هذا أول شيء. أنا برد على أول شيء على الأخ. أما بالنسبة للعرب فهناك نقوش سبائية تذكر العرب في القرن الثامن قبل الميلاد، وهناك نقش في الفاو لرجل معيني بن هفعم. هناك دراسة محكمة أحد الجامعات بالمملكة العربية السعودية، وتكلمت على هذا النقش إنه أقدم نقش عربي فصيح هو نقش بن هفعم، هو بالخط المسند العربي. أما بالنسبة للأخ فهد الحسين بعد على بالنسبة تكلم قبل شوية عن السبائيين مش عرب وإنهم أقدم من إسماعيل عليه السلام، هذا كلام غير صحيح. السبائيين مذكورين إنهم عرب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذريتهم العرب اللي هم كندة والأشعريين ومدحج والغساسنة والمناذرة. فكيف يعني يقول ان السبائيين مش عرب؟ هذا ثالث شيء. رابع شيء بتحدث على جرهم. جرهم قطعيا من اليمن، اثريا او بكتب التراث او بكتب السنه فهي من اليمن. في نقش هناك في اليمن بالخط المسند يذكر جرهم او الجرهميات في معبد في مارب. هذا اول شيء. اما بكتب التراث فحدث فلا حرج. بداية من القرن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس إلى ما لا نهاية أن جرهم قحطانية من اليمن، نزلت مكة وتعلم منها سيدنا إسماعيل العربية. وهذا السلام. مستر هل يثيرك أو يستفزك إذا قيل مثلا في الدلائل وفي في الأسانيد في الروايات أن اليمن عربية ومن أصول العرب، ولكن هي ليست أساس وجود العرب؟ هل هذا الشيء يستفزك؟ لا والله، إذا في دليل قطعي يثبت ذلك فأنا مرحب، لأن دائما نحن نبحث عن الحقيقة. لكن في هناك شوف أنا بقول لك أنت يا مستر، ذكر العرب في شمال الجزيرة العربية في الشام وفي اليمن، وسط الجزيرة العربية ما في ذكر العرب نهائيا في النقوش. يعني في القرن التاسع ذكر العرب في الشام، وفي القرن الثامن والسابع ذكر العرب في الجنوب في الجزيرة في اليمن. ومثل ما قلت لك إن أقدم نقش يعني فصيح عربي هو نقش بن هفعم، وهذا في دراسة محكمة عليه في قرية الفاو، هو نقش سبائي لرجل من معين. طيب راح نرجع للنقطة هذه مع أخونا تاريخ عن هل يوجد نقوش عربية في وسط الجزيرة العربية، ولكن نترك المايك مع ضيفنا العزيز فرهاد. أستاذ فرهاد لك المايك، تحدث. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وانتم بخير وحبيب قلبي. وعليكم السلام وانت بصحة وسلامة. حياك الله أستاذ فرهاد. مرحبا. والله طلبت هلا بك. هلا أستاذ. أنا سعدت بس سمعت كلمة من الأخ قال اللغة العبرية، فخلال دقيقتين أنوه، يعني دقيقتين بأدلة أتكلم. 6 أشهر و13 يوم بحثت. اللغات كلها بدون استثناء مشتقة من اللغة العربية، يعني اللغة العربية هي لغة الأصل من آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. فاللغة
هي مبدأ الإنسانية الإنسان وآلة التعبير عنها، كما هي مبدأ الحضارة الكونية والخلافة البشرية، على أن تكون اللغة شمولية ذات مفردات تستوعب الأنشطة حياة كلها، ماديها ومعنويها، علميها وأدبيها. لهذا كان أول شيء زود الله عز وجل به الإنسان تلك اللغة الشمولية، وعلم آدم أسماء كلها. واللغة ينبغي أن تكون لغة العمران والحضارة، لا لغة التسبيح والعبادة فقط. لغة العرب أخوان هي أصل اللغات في العالم، منها اشتقت بقية اللغات في آسيا وأوروبا وأفريقيا وغيرها، وقد دلت على ذلك بحوث ودراسات حديثة. ثم أن جزيرة العرب موطن الإنسان الأول متمثلا في آدم، وقد مثل جزءا رئيسيا من حزام الجغرافي أطلق عليه اسم الحزام الحيوي أو حزام برينيفا، يمتد بعرض 1500 كيلومتر مربع من هند شرقا حتى شواطئ أمريكا الوسطى وشواطئ العليا في أمريكا الجنوبية. هذا هو الجزء الوحيد من الأرض الذي